الغش بالعراق أشكال وألوان، لا السياسي يجر عدل وياك ولا حتى المواطن البسيط هم جايبها على حب الله. الحد ما صار الغش عندنا شطارة، واللي يغش نصيح له كلاوتشي وهو يرد علينا ويقول افتخر. وبما ان المجتمع يشجع على الغش والكلاوات صارت حياتنا مغالب، ياهو اللي عض الثاني اول، وكلها قامت تنعدي مثل افلام الزومبي. يعني لا صداد ولا رداد يمنع الغش عن المجتمع، الا نوع واحد من الغش، وهو غش الامتحانات بالمدارس والجامعات. هذا اللي يلزم بيه يا ويله وسواد ليله. ممكن يعيد السنة من وراء ورقة صغيرة أو سماعة أو سالفة ويا صديق بالامتحانات. وزارة التربية قررت أنه تستورد تجربة أجنبية تقضي بيها على الغش، وما لقت غير تجربة تستخدمها دولة واحدة بالعالم واللي هي أثيوبيا، وتعتمد على قطع الانترنت بأوقات الامتحانات، رغم أنه ماكو ربط بين الامتحان والانترنت. ومن لقت التربية أنه هاي السالفة هم ونافعة، قررت تسوي شراكة ويا وزارة ثانية ويلقون طريقة يمنعون بها الغش، واختارت وزارة الكهرباء هي الشريك إلها. وبعد مباحثات قرروا يطفون الكهرباء على الطالب، وهي مو براءة اختراع، لأن هاي التجربة هم مستوردة من دولة أخرى واللي هي الهند. تعتمد هاي التجربة على أن الطلاب يمتحنون بوضع أشبه بالعراة، حتى ماكو فرصة ضم سماعة أو ورقة أو حتى فكرة بدماغ الطالب. وشفنا صور الطلاب شلون روحهم لايبة وما لهم حيل حتى يجاوبون، مو النوبة يغشون. هاي التجربة يمكن أثبتت نجاح أكبر، بس فتحت عليهم باب الانتقاد وخلتهم يفكرون بتجربة ثالثة لحد الآن حايرين بيها. ولهالسبب سوينا لهم التقرير حتى ننصحهم بأن يستوردون التجربة الدنماركية إذا أرادوا يقضون على الغش بالامتحانات، لا وتنطيهم هاي التجربة ضمان 5 سنين بعدم الغش والنجاح بمعدلات عالية. همينة جربوها والطلاب كلها راح تدعي لكم.